جانا في فيديو جديد، بس المره دي بقى مش في الاوضه عندي، المره دي من الكليه الزراعه عندنا، ومعايا الاخ بيومي هنا. كل لهم حاجه في كل فيديو. انت تحب تقول للجمهور ايه؟ نقول لكم سبسكرايب. الله اكبر عليك، دي احلى كلمات قالها الاخ بيومي من ساعه ما عرفته في حياتي. ودخلنا من هذا، بص كان عامل ازاي. طلبنا من الرجاله المحترمه ان هو يكتبوا بقى حاجات في القائمه. دي مش الاجنده بتاعتنا. وأزول أصدقائي السوء الذي ايه؟ اشتري سبيكة دهب ووزعها على اصحابه. عايزنا نوزع سبيكة الذهب. صلي على النبي. وانت عايز ايه كمان؟ تجيب بقى فيفا 24 توزعها على الرجاله. وانت عايز ايه كمان؟ عايز ايه؟ وانت حد عايز حاجه كمان؟ ايفون 17 برو فاكس. ده لسه ما جايش البرو فاكس ده. ان شاء الله عمو الشاذلي ينزله لنا. عمو الشاذلي ينافس الشاذلي. حلوه الفكره دي، ينافس الشاذلي. جيب لي بي ام، اسمه بي ام دبليو بقى ب 2 جنيه ونص. انا عايز صح. وبعدين كاميرا عشان انا شكلي فاهم. لا انا جايبك انت اصلا بس. صلي على النبي. اقول لك راضي بتويوتا سوبرا. اقول لك انا عايز ايه؟ تويوتا سوبرا راضي بيها يا ابني، مش موجوده في مصر اصلا. انت عمرك شفت عربيه تويوتا سوبرا في مصر؟ انا عايز. اعمل. انا عرفت انا عايز ايه. عايز ايه؟ يعني انا ما قلت لك لا. هذه هي شوارع مشتهر، ودي كليه بيطري خارجين منها. كنت عايز اخش الكليه دي اصلا. مبنى البوابه بتاع الكليه. مش بيطري بتدفع على قبري. كنت عايز اخش بيطري يعني. بس احنا بندعي ان نجيب مقبول لسه. اهو يلا. بيتكلم مين؟ رايحين نعمل يا اسطى تعالى قول لي فكره يا اسطى في السعداني. ايه وايه اللي فكره في السعداني دي؟ قلت لا كل ده عشان قلت لكم تعالوا نصور لكم فيديو. السعداني. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا موندو ينتخب الرئيس. ثم نقول الى الهند. مكتوبه صح ولا يعني؟ هي مكتوبه صح رياضه، بس هي بتتعرف تتحس. لا براحتك بقى. احنا ممكن نكتب لك تحدي صعب جدا. ايوه ان انت تخرج من امتحان الرياضه. ايوه ضامن سؤالين بس. تركب ايه وانت جاي الكليه؟ بي ام دبليو ام 3. كذاب ما تعرف. يا اخي بيومي، انت ايه رايك في القصب السنه دي؟ قصب؟ انت مش طالب زراعي؟ طبعا. ايه رايك في محصول القصب السنه دي؟ بيحتاج ميه كتير جدا يا فندم. بيحتاج ميه كتير ازاي؟ طبعا ازاي؟ معرفش، هو انا كنت دارسها بيقولوا بيحتاج قصب كتير. يعني هو كان بيحتاج ميه كتير؟ اه يعني الموضوع ده ما طلعش كده بجد؟ لا يا فندم، بيحتاج قصب، بيحتاج ميه كتير. السبب بتاع وقوعها ايه؟ السبب بتاع وقوعها ايه؟ لا فكره برضه. قول لي يا دكتور. يا باشمهندس. دكتور، لا دكتور. يا باشمهندس. باشمهندس اللي انت شايفه. باشمهندس سعداني. طيب هات يا ابني التليفون يا ابني. اتفضل يا صاحبي. شكرا حبيبي. قاعدين بنهبل اصلا. سعداني اول ما يروح هتلاقي ابني 3/4 الكلام ده شيل. ايه ده؟ انا فين؟ انا وصلت الاوضه بتاعتي. ميشو، لا شفتش انت اللي حصل؟ الكلاب جريت ورانا يا راجل، طب وانا مالي؟ يا راجل. وحد لي علبه تونه. يا طيب. ورجعنا لكم وبكادر جديد. ايوه غيرنا مكان مدر الكنبه اللي هي هنا دي كده وكده، غيرناها بقى علينا يعني. جبنا القايمه دي، مش القايمه بتاعتنا دي اللي كتبوا فيها هناك في الكليه، وهنصفصف في اللي كتبوه هنا في الحاجه، وهنوريها لكم كل حاجه كتبوها وحاجات جديده انا كتبتها، فانتظرونا. ورجعنا باللي مكتوب، واكتشفت انه نص حاجات مش هتنفع تتكتب في القايمه. يعني بسم الله الرحمن الرحيم. اول واحد استنى، المفروض اعكسها لكم بقى في الكاميرا. المفروض كده الكاميرا معكوسه عندكم وشايفين الحاجه مكتوبه ازاي. فما علينا. اول واحد فيهم كاتب لي ان انا اخلي محتوى ديني، استغل حوار ان انا الدين وكده في المحتوى بتاعي، وانا كده يعني ما اقدرش ان انا اعمل المحتوى ده، فما اقدرش اكتبها عندي. وتاني واحد كاتب عندك، كاتب حاجه انا كتبتها عندي، ان انا اكتب على الكيبورد بسرعه، فاكتب الكيبورد بسرعه يعني دي، اكتب على الكيبورد بسرعه، فكتبتها فعلا معاهم. وتالت واحد كان بيتكلم ان انا اعمل لعبه رعب، وما يعرفش ان انا كاتب لعبه اوتلاست. رابع حاجه كان بيقول لي ان انا اواظب على الصلاه دي مش محتاج ان انا اكتبها في القائمه، ولا هكتبها في القائمه، لان دي حاجه فرض علينا، مش شرط لازم اكتبها في القائمه والحاجات دي، فلا برضو مش هنكتبها. الحاجه السادسه هنا كتبت الازهر واتصور في المكان. مش عارف حاسسها دي يعني مش حاسسها يعني ممكن اعملها، فمش هكتبها كده طالما انا حاسس ان انا مش هقدر اعملها. تابع حاجه برضو نروح الحديقه الدوليه. مش عارف هم ايه حكايتهم مع الحديقه الدوليه وحديقه الازهر، بس
ماشي. واحد منهم بيستظرف بيقول لي احلق شعرك كل شهر بقى. يا سلام على الضحك، ما يعرفش ان ده عشان اربيه، عشان يتربى ده بس محتاج قد ايه. يعني ربنا يسامحك يا احمد يعني. هو اللي كتبها. انا عارف قعد يضحك اصلا لما اديته القايمه يكتبها. بالك دي دوش ساعه لمده شهر. انا شايفها فكره حلوه مع الجيم فحطيتها معاه، فان انا منزل جيم وكده فانا محتاج اللي هو الدش الساعه ده عشان افك العضلات والحاجات دي، فحطيتها معاه. عزومه اخر يوم امتحانات. طب استحلفك بالله انت جاي تحقق امنياتك عندي؟ عودنا. ما علينا نكمل بدل الهبل ده. بيقول لي ان انا اشتري ورد واوزعه او اوزعه على ناس عشوائيه في الشارع. هي فكره بس مش عارف انا هكتبها ولا لا. حاجه تانية معانا هنا هنروح معرض الكتاب. ايوه هنروح معرض الكتاب الجديد ونصور فلوج. وكمان حاجه كمان اتعلم عن الاضاءه والالوان. ما شاء الله عندي الاضاءه والالوان، فانا محتاج اتعلم الحاجات دي شويه عشان نظبط الكواليتي بتاعت الفيديوهات اكتر ونظبطها اكتر. فبرضه حطيتها عندي. اي حاجه عندي تزود في الكواليتي عندنا فهنحطها معايا. قول لي هات عصفوره، هات عصافير. يعني انا هسالك سؤال، ده مش عاجبك؟ عصافير مين تخش البيت وانا ده موجود؟ مش عاجبك؟ ده انا كله كوتشي معاك. كوتشي ده انا مش كوتشي كفايه. بص بقى ارحم هيعمل ايه في أمي العصافير العيان. لما يشوفهم؟ طواجن ان شاء الله. انا اسف انا صح. لا يهمك بس بص يا عم بقى كفايه بص يا عم. كمل لهم. اطلب لهم اكل من الكليه. لا يا شيخ انت والله العظيم جايين على هم بطنهم ولاد اللذين. او كل ده عشان قلت لهم يا جدعان عايز اكتبوا لي كام حاجه عشان نحطها في القائمه اللي هي خلاص دخلنا في حاجه و60 حاجه يعني، وما عملناش منهم غير 4 بس. دي الحاجه الرابعه صحيح اللي هو اصور فيديو في الكليه. بيقول لي اتعلم شطرنج. لا واحد انا بلعب شطرنج اصلا وكويس جدا فيها. بيقول لي حاجه غريبه قوي مش عارف، حاسس ان انا عايز اعملها. بيقول لك هات اسئله الثانويه عامه اللي انا مش عايز اشوف واسمع عنها تاني ومش ابعد عنها خالص. قال لي هات الاسئله بتاع الثانويه عامه وحلها تاني. بيقول لي خد دروس تحسين خط. انا ادعم فكره كمان. بيقول لك اتصور بحيوانات او حشرات زي العارب او التعابين، ودي فكره برضو حلوه ان انا يعني ميشو تعالى نصور معاكم نعمل المهمه دي على طول. جبنا ايه يا اسطى تاني ايه؟ عايز انام. حد يلحقني يا ناس، حد يلحقني. اشتركوا واعملوا لايك عشان يسيبوني ويمشي. كفايه بص يا ملزق. وبيومي كاتب لك حاجه جميله قوي. يا بيومي انا لو انا لو شفتك يا بيومي همسكك ارميك في النافوره اللي انت بتقول لي نط فيها. بيقول لي نط في النافوره بتاعت الكليه. لا يا شيخ انت عايز بتوع الكليه يرموني كده مع الف سلامه وما اشوفكش ولا تشوفني تاني. لا يا بيومي لا مش هعملها طبعا. اظن انا خلصت الضحك اللي هم كتبوه ده. واوريكم بقى اللي انا حاجه انا كتبتها لنفسي. هي الفكره دي دلوقتي انا هشرحها لكم لما اجي انفذها. اظن هنشرب على حاجه جميله قوي عندنا كده. خلصنا 4 حاجات واظن دي مش حاجات صعبه قوي ولا حاجات سهله قوي بس عملناهم. دي كده وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى لكم عجبكم الفيديو. ما تنساش اللايك وسبسكرايب السلام عليكم.